النصف الاول من الدوري. يعني انطلاقه حلوه محمد رمضان خطيره، انفراد كيتو الهداف وهوب ركله جزاء، ركله جزاء لكيتو، ركله جزاء لكيتو. محمد ناصر عباس بيدي فرمان وركله جزاء. محمد رمضان وركله جزاء. محمد رمضان بالشمال، محمد رمضان يا لعيب يا محمد يا رمضان. حلوة وما اجملها من بداية لهذا اللاعب النجم اللي تألق جدا. ارقص يا عمنا واعمل اللي انت عايزه يا عمنا، وحط البهارات والمكسرات والحلويات. يا سلام عليك يا محمد يا رمضان. الهدف الاول في مباراة اليوم لصالح نادي لافيينا من ركلة سعيد امامية. محمد رمضان بيستلم، محمد رمضان وبيلعب كرة حلوة. بطور انفراد خطرة بطور وهوب يا راجل، ولسه جوه الجول عبودة، جوه الجول الثاني يسجل في مباراة اليوم. بطور لعبها ومحمود صلاح حاول عليها ورجعت الكرة لعبودة اللي حطها داخل الشباك علشان يتقدم لافيينا بالهدف الثاني. الهدف الثاني في مباراة اليوم 2 لصالح لافيينا. عبودة بيسجل الهدف. والإداري المخضرم كابتن حامد موسى واقف على الخط كده ويستعد لإجراء التبديلات. هذه بقى الانطلاقة من ناحية اليمين. محمد أسامة عرضية حلوة. عبودة انفراد. عبودة يا عالمي. الهدف الثالث لنادي لافيينا. حلوة اسيست جميل من بتاع المالديف لعبودة اللاعب الحريف. والهدف الثالث في مباراة اليوم. وارقص على انغام الجماهير وعلى انغام الرابطة. عبودة بيسجل الهدف الثالث لنادي لافيينا في مباراة اليوم. والوصف مش منصف بالشعر والابيات. ادي الكورة لعبودة تحلالك النهايات. والهدف الثالث لنادي لافيينا في ماتش النهارده. انما الدفاع تدخل مع هشام نيمار اللي كنا لسه بنقول ان هو لاعب خلوق ولاعب متميز بالمناسبه. يعني قاسم حامد بيلعب الكوره هناك ناحيه اليمين اللي هو يعني طارق حامد. وادي كوره عرضيه قاسم يا ولد يا لعيب يا قاسم يا ربيع. يا سلام عليك يا قاسم يا ربيع. الجو ربيع والدنيا ربيع وقفل لي على كل المواضيع. وقاسم ربيع يتألق بالهدف الرابع. يا ولد يا لعيب يا قاسم يا ربيع. ايه الحلاوه دي يعني اتكلمنا كتير جدا واشدنا بقاسم ربيع. وادي الراجل بيترجم الامور وبيسجل الهدف الرابع لنادي لافيينا في ماتش النهارده. وقاسم ربيع يتألق قاسم ربيع وتحرك رائع جدا. هو اللي بدأ اللعبه بالمناسبه، عمل اسيست رائع جدا وخد الكره الثانيه وسجل الهدف الرابع في ماتش النهارده. قاسم ربيع شوف زملائه فرحانين بيه ازاي. لعيب من اللعيبه المحترمه جدا قاسم